اهلا بيكم في وصفة جديدة. في الفيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة التايجر او الكيكة الرخامية. كيكة حلوة قوي في الشكل والطعم ومميزة وناجحة 100%. كمان طعمها ونكهتها فوق الممتاز. في الفيديو ده بقى هنحل كل المشاكل اللي بتقابلنا في الكيك، ليه الكيكة بتهبط معانا، وكمان الطريقة المظبوطة لتسوية الكيك. باختصار بعد الفيديو ده هتحضري فعلا كيك مثالي ناجح مفهوش ولا غلطة. قبل ما ابدأ الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك علشان نرفع الفيديو، واشتراك في قناتي، وفعلوا الجرس لو اول مرة تشوفوني علشان يوصلكم اشعار بالوصفات الجديدة اول باول. نشوف بقى الطريقة. اول حاجة هجهز الصينية. جبت الصينية بتاعتي اللي هحضر فيها الكيك وهدهنها بالزيت كويس جدا. هغلف كل جوانب الصينية بالزيت علشان اضمن ان الكيك بتاعتي ما تلزقش فيها وتطلع منها بكل سهولة بالشكل ده. اخر حاجة هجيب ورقة من الزبدة وهحطها في قاع الصينية علشان اضمن لما اجي اقلب صينية الكيك تطلع الكيكة منها بكل سهولة. كده بقت جاهزة معايا. تاني حاجة هجهز خليط الكيك، عبارة عن 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه؟ هنطلعهم من التلاجة قبل ما اعمل الكيكة بساعة علشان ما يكونوش باردين ويبوظوا معانا خليط الكيك. ضفت 4 بيضات، نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر او السايلة زي ما انت عايزة، كوباية وربع من السكر. هخلطهم كويس جدا بالمضرب لحد لما البيض لونه يفتح والقوام بتاعه يتقل كده ويتضاعف. بعد كده هنزل بكوباية ونص من الزيت. بعد كده هنزل بكوبايتين من المياه الغازية. وبنلاحظ اول لما بنضيفها على البيض بتعمل كده فوران، وده اللي بيخلي الكيكة هشة وطرية وبتدنها مرتفعة لما بتدخل وتخرج من الفرن. هخلط بقى المكونات كده كويس جدا مع بعض. كده تمام. هنجهز بقى المكونات الجافة اللي هي عبارة عن 5 كوبايات من الدقيق وكيسين من البيكنج باودر، وزن كل كيس 16 جرام، او بالنظر كده معلقتين كبار من البيكنج باودر. هضيف بقى المكونات الجافة على خليط البيض. هخلط بقى الدقيق كويس جدا مع بقية الخليط لحد لما الدقيق يختفي تماما بالشكل ده. بس كده خلاص يعتبر خليط الكيك بقى جاهز عندي، وهو ده القوام المظبوط. هقلب بالاسباتولا برضو كده من تحت لفوق علشان اتاكد ان مفيش اي دقيق موجود من تحت. هقسم مقدار الكيك ل3 مقادير متساويه. طبعا كل مقدار هعمله بلون مختلف. اول مقدار عندي هضيف معلقتين كبار من الكاكاو وهقلبهم كويس جدا كده، وده بقى معايا اللون البني. بعد كده هضيف معلقتين من المياه الغازية وهقلب الخليط كويس جدا مع بعض، وبكده خليط الشوكولاتة بقى جاهز معايا. تاني خليط معايا هعمله باللون الاخضر. عندي هنا لون اخضر. هضيف كده منه نقطتين وهقلب كويس جدا لحد لما اوصل للون المظبوط اللي انا عايزاه. وده كده اللون اللي انا عايزاه. بعد كده هضيف المقادير ال3 في اكياس من بتاعه الكريمه علشان يبقى سهل عليا اللي انا اوزعها في الصينيه بالشكل ده. كده بقى معايا ال3 اكياس. هبتدي بقى اوزع الكيك بتاعي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، اللون البني وبعدين اللون الاخضر وبعدين اللون الابيض. هخلص بقى مقدار الكيك بنفس الطريقه وبنفس الشكل. نيجي بقى لأهم مرحلة وهي مرحلة التسوية، ودي هقول لكم بقى على طريقتي الخاصة لتسوية الكيك. مبدئيا كده انسوا تماما فكرة ان احنا نشغل الفرن قبل ما نبدأ في تحضير الكيك، او اننا نسخن الفرن على حرارة عالية ونرجع نهدي وقت ما بندخل صينية الكيك الفرن. الحركة دي غلط تماما، بتخلي الكيك اول لما بيدخل الفرن ينفش ويرتفع. بعد شوية هنلاقيه هبط معانا وطلع معانا في الاخر الكيك مكتوم ومعجن. اما بقى الطريقه المظبوطه للتسويه، بعد ما بخلص تجهيز الكيك اصبه في الصينيه ببتدي اشغل الفرن يا دوب 5 دقايق بس. بيكون الفرن دافي كده ومايل للسخونه. بعد كده بدخل الصينيه على الرف اللي في النص على شبكه الفرن. الفرن بيكون شغال من تحت بس على نار متوسطه، يعني على درجه حراره 180. بس كده بسيب الكيك ياخد راحته في التسويه. مده تسويه الكيك من ساعه لساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. يعني بعد ساعه الا ربع كده هتختبري الكيك. اذا لقيتيه استوى يبقى تمام وهنخرجها من الفرن.
لو لقيتيه لسه ما استواش هنسيبه يكمل مدة التسوية علشان يطلع في الاخر بالجمال ده. بالنسبة للكيكة انا هنا عاملة مقدارين 2، هقولك على مقادير. مقدار 1 بيضتين 2، 3/4 كوباية من السكر، 3/4 كوباية من الزيت، كوباية من المياه الغازية، 2.5 كوباية من الدقيق، كيس بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. والمقدار ده بيجي في الصينية الأوسط من طقم الصواني اللي عندك. بس كده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك علشان نرفع الفيديو، وسبسكرايب، وفعلوا الجرس، واشتراك في قناتي علشان يوصل لكم إشعار بالوصفات الجديدة أول بأول. هستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم كمان على الوصفة دي، وشكرا جدا.